لو قلتلك ان في فرقة كيبوب جديدة لسه مترسمة من شهرين بس، لكن عندها طاقة تخليها تبقى من اقوى الروكيز السنة دي، انا شخصيا بقيت فان ليهم من قريب جدا. النهاردة هعرفكم على فرقة لونج شوت. لو اول مرة تسمعوا عنهم فخلي بالكم انتوا ممكن تقعوا في الحب ببساطة زيي، ولو انتوا اصلا تعرفوهم وفان ليهم فاكتبوا لي تحت في الكومنتات مين هو البايز بتاعكم. هاي اصدقائي، زي ما شفتوا طبعا من عنوان الفيديو والمقدمة البسيطة دي ان احنا النهاردة هنتعرف على فرقة لونج شوت. خلي بالكم صلاة التهجد شغالة فهتسمعوا قرآن فعادي. المهم يا جماعة إن فرقة لونج شوت اتكونت سنة 2025، وهي أول بوي جروب أو فرقة ولاد تطلقها أو ترسمها شركة مور فيجن اللي أسسها الفنان جاي بارك. طبعا كلنا عارفين جاي بارك، واغاني جاي بارك كلها اغاني ترندي جدا ولحد دلوقتي ترندي، واغانيه اصلا معظمها شبه البوب الامريكي وممزوجه بالكوري. فاللون ده اصلا والستايل ده بتاع جاي بارك من زمان جدا، وده شيء مهم جدا ان احنا نذكره لان التيم ده بالذات اصلا اساسه الهيب هوب، الكي هيب هوب، مش الكيبوب التقليدي اللي احنا كلنا عارفينه. يعني اصلا الفرقه من البدايه فكرتها مش ان هم يكونوا ايدولز عاديين جدا، لكن فنانين بيشاركوا في الستايل والاغاني والانتاج بتاع الاغاني بتاعتهم. وده السبب اللي خلى ناس كتير قوي تقول ان هم مختلفين عن باقي الفرق اللي اترسمت السنه دي والسنه اللي فاتت، اللي هم يعني فرق الجيل الخامس. طيب احنا عايزين نتعمق شويه في الفرقه يا جماعه متكونه من 4 ولاد، وخلي بالكم مواليد التسعينات والالفينات، في بدايه الالفينات يعني بالنسبه لهم الفرقه دي كانها عيالهم بالظبط. يعني انسوا خالص بقى ان احنا ايه، الله ده كيوت ده التايب بتاع، انسوا. يعني هم هيقولوا لنا يا نونا. انتوا متخيلين؟ الفرقة أصلا أساسها اتكون 2025، لكن الترسيم الفعلي كان في 2026. كان تاريخ ترسيمهم 13 يناير 2026، وأول إبسود في مسيرتهم كانت اسمها شوت كولرز. اسم الفرقة يا جماعة اسمه لونج شوت من غير الأو، يعني ببساطة هم عايزين يوصلوا من معنى الاسم إن هم حتى لو الطريق صعب أو طويل أو شاق هم في النهاية هيوصلوا هينجحوا. وصراحة أنا حاسة إن المعنى عميق وحلو جدا. أول عضو معانا وهو قلبي 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 هو أو يول. في ناس كتير بتتلخبط بتقول اسمه أو يول، لا يا جماعة هو اسمه أو يول عادي جدا. أو يول يا جماعة ليدر، كاتب أغاني، منتج، كمان عنده فوكال فظيع فظيع فظيع، يقدر يوديك لأبعد نقطة ويرجعك تاني. بجد صوته فوق الخيالي. يول يا جماعة شارك كمان في أغاني كتير لجاي بارك، كانت من إنتاجه وكانت من كلماته. كمان كان باك دانسر لجاي بارك في أغانيه. هو من مواليد 21 يناير 2006، وهو أكبر واحد في التيم. فين هو أول واحد جذبني في التيم وأول واحد أنا حبيته كان أويول. الصراحة شخصيته جميلة، ضحكته جميلة، صوته تحفة، بياخدني لعالم تاني تاني. وخلي بالكوا انا من الناس اللي بتركز جدا جدا في الاصوات غصب عني، لان دي كانت التخصص بتاعي او دراستي، فغصب عني انا بنجذب للاصوات الحلوه فعليا. فاول حاجه بسمعها في اي شخص هي صوته، فمن الصوت انا حبيته الصراحه. في ناس بيقولوا عليه ان هو النسخه الاكبر من صوت جاستن بيبر لما كبر. يعني تاني عضو معانا اسمه ريول، كيم ريول. بالمناسبه ويول اسمه كامل كوان او يول. نرجع بقى الريول ده بقى المين رابر بتاعنا. كمان هو مش رابر بس يا جماعه، هو كمان بيغني فوكال، وكمان صوته خطير 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 خطير. من مواليد 18 سبتمبر 2006. ريول يا جماعه قعد يتمرن لمده 3 سنين، وكمان كان من الاعضاء اللي ظهروا في الاوديشن بتاع الشركه. واويول برضو هما الاثنين ظهروا في الاعلان بتاع الاوديشن بتاع الشركه. كمان نسيت اقول لكم ان اويول اصلا كان بيتمرن قبل ما يجي مور فيجن، كان في شركه بتاعه زيكو اللي هي اسمها كوز انترتينمنت. كمان حاجه نسيت اقولها لكم برضو ان اويول كان فضل يتمرن لمده 5 سنين، غير انه كمان كان عمل اوديشن جي واي بي وكمان واي جي. بصراحه الحمد لله ان هو ما اتقبلش الا في مور فيجن وترسم مع لونج شوت بجد. تالت عضو معانا اسمه وو جين، جونج وو جين. وجين يا جماعة هو المنتج، الراس الكبيرة، كاتب ومنتج، وكمان فوكاله رهيب رهيب رهيب، وكمان بيعرف يرابر. يعني بجد الفرقة كلها جامدة. وجين من مواليد 8/3/2008. وجين كمان من الناس اللي ظهرت في الاوديشن او في اعلان الاوديشن بتاع مور فيجن، وفضل يتمرن لمدة 6 سنين. كمان ظهر في ام في لجاي بارك، بس انا مش فاكرة اسم الاغنية حاليا. كمان كان بيتدرب في شركة بيج هيت. وعايزه اقول لكم ان ووجين يا جماعه اكتر عضو في التيم بلايفول كده، وبيحب الهزار والضحك، وحرفيا ليه هاله كده جميله جدا تحسسكم ان الدنيا لطيفه قوي.
اخر عضو معانا الصغير بقى اللطيف الحته كيوت، اسمه لوي مش لويس، عشان برضه ناس كتير منهم ناس صحابي انا شخصيا قالوا على اسمه كده. هو اصلا اسمه لوي لانه من اصل فرنسي، او هو اصلا فرنسي كوري، والاسم الكوري بتاعه لين جي هو، بس لوي احلى الصراحه. البوزيشن بتاع لوي في التيم هو المين فوكال. هو مكني ومكني قوي يا جماعه، قوي 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 قوي، يعني ما تحطوش امل كبير لان هو من مواليد 1/5/2010، يعني انا اكبر منه ب 16 سنه. يعني مش متخيله كده ان انا بستان ولد عنده 16 سنه. انتوا متخيلين ان احنا رايحين فين؟ متخيلين ان احنا وصلنا لفين؟ بس بجد ده بقى بيقولوا عليه ان هو الصوت الطفولي او صوت جاستن بيبر في مرحله الطفوله بتاعته، في اول اغانيه كده، في اول مراحل شهرته. عايزه اقول لكم ان اصلا التيم كله مبدعين، الاغاني بتاعتهم كلها من تاليفهم وانتاجهم وكلماتهم، وبالمناسبه كلهم كوريين ما عدا لوي، هو كوري فرنساوي. لوي واويل ليهم كريدت او ليهم حقوق في اغنيه من اغاني جاي بارك، كانوا هم اللي كاتبينها وملحنينها. ولوي يا جماعه اطول واحد في التيم، انتوا لما تشوفوه اصلا مش هتتوقعوا ان هو الصغير، يتمرن لمده سنتين كاملين. عايزه اقول لكم معلومه كمان ان جاي بارك اصلا بيموت فيه، يعني هو المفضل عنده في التيم كله. هو بيحب لوي قوي قوي قوي، ودايما بيقول ان هو زي ابنه الصغير، بيحب دايما ان هو يعمل له اللي هو عايزه. والتيم مثلا لو احتاجوا حاجه بيصدروا لوي دايما لجاي بارك عشان يقول لهم مثلا احنا عايزين كذا، فهو بيجيب على طول. قالوا بقى نتكلم عن مسيرتهم او الالبومز اللي عملوها او اول البوم ليهم عموما. طبعا زي ما قلت لكم قبل الترسيم الرسمي، يعني في سنه 2025 فرقه نزلت ميكس تاب من اسمه فور شو بويز، وبعدها على طول نزلوا اغنيه بري ديبيوت اسمها سوسن. ده كله كان في 2025. لكن بقى الاغنيه الرئيسيه او اغنيه ترسيمهم وبدايه انطلاقتهم وشهرتهم كانت مون ووكن مع البوم اسمه شوت كولرز. اولا الاغنيه فيها فايب الهيب هوب جدا، وشويه مختلفه عن اغاني الكيوب المعتاده. يعني انا حسيت لما سمعتها اول مره ان الموضوع كله مختلف، مش مجرد ايدولز بيغنوا زيهم زي اي فرقه اترسمت من قريب، لا الموضوع كليا كان مختلف بالنسبه لي. ليه الفرقه دي ممكن تكون من اقوى الفرق؟ هو مش ممكن، هي اكيد هتبقى من اقوى الفرق، بس تعالوا نعرف ليه. لان شركه جاي بارك اصلا معروفه بالهيب هوب، واصلا جاي بارك معروف عالميا جدا. ده غير ان اصلا التيم نفسه بيشارك في الموسيقى بتاعته، يعني هو اللي بيعملها. وهنا هم فكروني ببي تي اس جدا جدا، وده كان من الاسباب اللي خلتني احبهم فعلا، ان هم بيشبهوا بي تي اس في ان هم عايزين يعملوا اغانيهم بنفسهم من غير ما حد يجيبوا منتج ينتج لهم او حد يكتب لهم الاغاني، لا هم اللي بيعملوا الحاجه بنفسهم. عشان كده انا حبيتهم جدا. وتالت حاجه بتميزهم ان هم عندهم ستايل مختلف عن باقي التيمات بتاعت الجيل الخامس، عشان كده ناس كتير قوي بدات تتابعهم. لو لاحظتوا او لو ملاحظين هتلاقوا ناس كتير قوي الفتره دي عماله تتكلم عنهم وبدات انها تتابعهم وعايزه تتعرف عليهم اكتر، لان هم مميزين بطريقه مختلفه تماما عن باقي الفرق. طيب يوم 13 يناير 2026 هم نزلوا الالبوم بتاعهم زي ما قلت لكم، اللي هو اسمه شوت كولرز. والالبوم ده كان فيه 5 اغاني. اول اغنيه او التايتل الرئيسي اللي هم عملوا لها ام في اللي هي كانت مون ووكن. تاني اغنيه كانت فيس تايم. الاغنيه دي يا جماعه مميزه كمان جدا للشركه نفسها اللي هي مور فيجن، لان في ناس كتير بتقول ان البنات اللي رقصوا معاهم الاغنيه دي هم فرقه البنات اللي هيرسمها جاي بارك الفتره اللي جايه. على فكره ده تسويق خطير جدا، وانا شايفه ان هو ذكي جدا ان هم يعملوا حركه زي دي. تالت اغنيه كانت في الالبوم اسمها باك سيت، الاغنيه المفضله الى قلبي والاغنيه اللي انا كل ما اسمعها احس ان انا عايزه اعيط من جمالها، هي نيفر ليت جو. خطيره، لازم تسمعوها. واخر اغنيه اللي هي سوسن زي ما قلت لكم. انا الصراحه اكتشفتهم قريب قوي، يعني مش من فتره طويله. انا كنت عارفه ان جاي بارك بيرسم او بيشتغل على انه يرسم فرقه جديده، بس ما كنتش متابعه الموضوع قوي. لان الصراحه يا جماعه من بعد ما بي تي اس اختفوا، او من بعد ما بي تي اس دخلوا الجيش، انا بدا اهتمامي بالكيبوب يقل خالص. مش ما بسمعهمش او ما بقتش بتابعهم، لا، بس الفتره اللي فاتت حسيت ان كل التيمات بالذات تيمات الولاد الاغاني شبه بعض، النوع شبه بعض، الفايب شبه بعض، وكونسبت شبه بعضه، حتى اللحن بتاع الاغاني شبه بعضه. فما كانش شاددني اي تيم ولاد حرفيا. وكنت بقول ان انا من بعد بي تي اس انا مش هحب اي تيم ولاد تاني. هو بي تي اس التوب طبعا، قبلهم كان في جاد 7، فانا كنت شايفه ان التيمين دول بالنسبه لي مش هيجي غيرهم، مش هحب حد غيرهم، بعيدا طبعا عن فرق البنات لان في فرق بنات انا بحبها. ولكن قصدي في الولاد بالذات كان الموضوع مختلف بالنسبه لي.
كانوا صحابي يقولوا لي ده بصي التيم ده مش عارفه ايه، ده بصي التيم ده ايه، ده التيم ده تحفه. اجي احاول ان انا اسمع اغنيه للتيم ده احس ان هو زي اللي اترسم قبله، زي اللي قبله، زي اللي قبله، زي اللي قبله. ما كنتش بحس ان في مميزات في اي تيم، بس لونج شوت بالذات حسيت ان في مميزات كتير. جذبني من اول مره سمعت لهم اغاني، بقيت اتفرج على البرامج بتاعتهم. هم لسه الصراحه في البدايه لسه ما عملوش برامج، بس قصدي الحاجات اللي شاركوا فيها. بدات ادخل على الفلوجات اللي بينزلوها على اليوتيوب. بجد الموضوع بالنسبه لي كان ممتع جدا. حسيت ان انا بتفرج على بي تي اس ايام ما كانوا روكيز، بجد شبههم جدا، وده يمكن السبب اللي خلاني احبهم. والصراحه هنا نكون وصلنا لاخر الفيديو. انا مش عايزه اوصل لاخر الفيديو، عايزه احكي لكم اكتر عنهم، عايزاكم بجد تعرفوهم قوي، وبجد عايزاكم تحبوهم قوي. هم اصلا يتحبوا يا جماعه. بي تي اس خلاص 10 ايام وهيرجعوا، فدي حاجه محمساني قوي ومخلياني عندي شغف كبير. وكمان ان انا بدات احب فرقه جديده زي لونج شوت، فالموضوع ده محمسني قوي ان انا ابدا استرجع بقى الذكريات معاهم وكده. دلوقتي بقى جه دوركم انتوا، قولوا لي بقى في الكومنتات مين العضو او مين الممبر اللي انتوا بتحبوه، ومين اللي لفت نظركم اول مره سمعتوا الاغنيه، وايه اكتر صوت حبيتوه في اصواتهم. ولو حابين السلسله دي من الفيديوهات ما تنسوش ان انتوا تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه وتتحمسوا معايا في الكومنتات، وتقولوا لي ايه الاغنيه المفضله من الالبوم بتاعهم عشان اشارككم كمان رايي. عايزه اشوف كام حد بيحب نيفر ليت جو زيي. يا جماعه انا حاسه ان الاغنيه دي خطيره قوي بجد. يا جماعه اشتركوا في القناه واعملوا لايكات كتير واعملوا كومنتات كتير عشان نكبر سوا ونوصل ل 10000 مشترك. بجد انا نفسي اوصل معاكم ل 10000 مشترك، وان شاء الله هنوصل، بس انتوا ما تخيبوش ظني. واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.